الفل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. كتير مننا بيحب اكلة الوينجز دي وممكن يشتريها مخصوص من بره، ولكن ما بننبسطش منها بسبب حاجات كتير، وهي زفرتها والقرمشة اللي بتقع منها، وممكن نفتحها وتبقى فيها حاجات مش كويسة. النهاردة هنعملها بطريقة جميلة وناجحة، وهنتلاشى كل الاسئلة اللي بتدور في دماغنا. بس تتابعوني للاخر، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي نانا عادل، ويلا نبتدي الوصفة. هنجيب كيلو من اجنحة الفراخ، يكون من عند حد طبعا مضمون جدا. هنديها شطفة نشيل الريش منها الاول ونديها شطفة. طبعا مش دي النظافة النهائية، احنا بس عشان نعرف نمسكها ونوضبها كويس. هنشيل بقى الجزء الرفيع فيها، وهي اللي بتبقى العظمة ملهاش اي لازمة، ودي اللي بيبقى فيها كمية زفرة رهيبة. فاحنا هنقطع الجزء الرفيع ده وهنشيله، ونجيب الجنح بقى نقسمه نصين، وهما القطعتين دول هو ده العامل الاساسي اللي احنا هنشتغل فيهم. ده خلاص بنركنه خالص، والقطعتين دول هما اللي احنا هنتبلهم. وهوريكم برضو واحدة تاني عشان لو محدش خد باله. هنجيب الجنح، بيبقى فيه 3 اجزاء، رفيع ووسط وجزء كبير. الرفيع خالص ده هو اللي بيتشال، لانه زي ما قلت عليه زفارة كتير. يعني محدش يقول لا نعمله ونقعد نقزقز فيه، لا ما لهوش دور خالص. وهناخد الجنح الجزئين دول، وهو ده اللي هنشتغل فيه ونخلص كل الكمية بتاعتنا. وانا جهزتها. هنيجي هنا بقى لمرحلة النظافة، وهو التعقيم محلول النقع، وركزوا فيه جدا علشان ده مهم قوي. اول حاجة بنجيب مية عادية من الحنفية، ومعايا ليمونة كبيرة مقطعة ترانشات، كام واحدة من الورق اللوري، نص معلقة صغيرة من القرفة، ودي مهم جدا بيمنع الزفارة بشكل رهيب. وهجيب كمان برضو لمنع الزفارة معلقتين كبار من البصل المبشور، او قطع بصل نقطعها مكعبات، يعني اللي يريحكم. وهحط معلقة كبيرة جدا من الملح، ملح عادي بس، مش هحط خل خالص. انا ما ذكرتش خل علشان الخل بيهري معانا الفراخ، وانا هحط الفراخ هنا معايا لمدة ساعتين، فهي ما يعني الخل انا ما بحبوش محلول النقع خالص، بحس انه بيهري الفراخ وبيغير لونها، ومش يعني بالنسبه لي انا مش بحتاجه. بس ممكن لو حابين الخل بعد ما تقعد ساعتين الفراخ في المحلول دوت ونيجي نشطفها، نحط شويه خل قبل الشطف كده وندعكهم ونشطفهم لو انتوا حابين، ولكن انا بكتفي بالمحلول ده جدا. هنيجي للتوابل، نص معلقه بصل بودر، توم بودر، البابريكا، فلفل اسود، الجنزبيل، واحط بهارات فراخ. وبهارات الفراخ في نوعين، في فاتح وفي غامق. انا بستخدم الفاتح لان فيه روزماري. ممكن نستغنى عن التوابل ونحط بهارات فراخ بس. واحط معلقه من صويا صوص، وده اختياري لو متوفر حطه. هحط معلقتين من دبس الرمان، ودي برضو اساسيه. ولو ما فيش دبس الرمان حطوا معلقتين عسل، بس دبس الرمان بيبقى فيه مزازه، بيدي طعم قوي حلو جدا للتتبيله. واحط معلقه مستردة، بيظبط قوي برضو بالذات في الطعم والمزازه، ولكن برضو دي اختياري، يعني مش شرط الصويا صوص ولا المستردة، لكن الاساسي التوابل ودبس الرمان. وممكن نستغنى عن التوابل ونحط بهارات فراخ بس. ونحط هنا نص معلقه ملح عشان يظبط الملح بتاعها. وهنا بقى الفراخ صفتها خالص بعد ما قعدت ساعتين، وغسلتها كويس جدا تحت الحنفيه وصفتها خالص. اهم حاجه ما يبقاش فيها ميه، ونحطها على التوابل علشان الزفاره ما تبقاش فيها. هنجيب بقى احنا كده هنركن الفراخ ونسيبها اقل حاجه ساعتين في التتبيله عشان تشرب. وفي الفتره دي انا هجيب كوبايه من الدقيق، واحط عليهم معلقه بهارات فراخ صغيره، واحط تدريجيا ميه لغايه لما الاقي عجينه لا خفيفه قوي ولا تقيله قوي. انا حطيت بهارات فراخ علشان خاطر طبعا الفراخ لما تخش هنا طعم الفراخ التتبيله ما تقلش. انا هنا العجينه هلاقيها تقيله معايا، فهبتدي احط شويه ميه كده. اهم حاجه الميه تدريجيا عشان ما تخفش مننا، ولو خفت هتحطوا دقيق بس عشان ما نعملش يعني ايه تهدر في المكونات. انا حطيت نص معلقه ملح علشان بظبط برضو ملحها لما الفراخ تنزل فيها ما تبقاش دلعه معانا. وهجيب في طبق تاني كوبايه من الدقيق برضو، ودي المرحله التانية. وهحط معلقتين كبار من النشا، وبرضو معلقه صغيره من بهارات الفراخ علشان برضو ما تقلش مننا في الاخر. لما تعدى المرحلتين دول تلاقي نفس البهارات. ولو ما فيش بهارات الفراخ، هي طبعا موجوده عند اي عطار، لو مش متوفره حطوا التوابل ميكس كده وتحطوا فيها معلقه صغيره في الاخر. ولو انتوا بقى عايزين تخلوها الاكله هيلسي او تعملوها دايت، ممكن تدخلوها في الفرن في المرحله دي. يعني ما تعملوش العجين ولا القلي اللي احنا هنعمله، ممكن تدخلوها في صينيه في الفرن بتستوي وتحطوها تحت الشوايه.
بس انا حبيت اشاركها معاكم بطريقه كنتاكي. انا هنا جبت الفراخ واحطها في العجينه السايله اللي انا عملتها، هي قعدت معايا طبعا ساعتين، والافضل لو سبتوها في التلاجة من بالليل بتبقى جميله جدا. وهحطها في الدقيق البودر واقعد اهز فيها كده بايديا او بالماشه اللي انتوا حابينه. انا اصلا مش هعرف امسك الماشه لان انا ماسكه الموبايل بايدي بصور، فالموضوع كان صعب شويه ان انا اعمل بالماشه. بتمسكوا القطعه كده الفراخ تقعدوا تهزوا فيها، الهزه ديت هي اللي بتعمل طبقه القرمشه من بره، بتخلي العجين كده عامل زي المتكسر، وده اللي بيعمل شكل الكنتاكي في الاخر. انا طبعا الزيت هنا كان سخن جدا والنار عاليه، يعني الزيت يبقى سخن والنار عاليه، ولغايه لما احط الفراخ كلها اللي هي اول رصه في الطاسه بتاعتنا او الصينيه بتاعتنا. ولكن اول ما هنحط الفراخ في الزيت نبتدي بقى ايه، وخلصنا هنبتدي ان احنا نخلي النار متوسطه، مش هنهدي النار قوي علشان خاطر ما تشربش مننا. انا حبيت اعمل معاكم قطعه تاني العجينه السايله والبودر واحطها في الزيت ونرص كده. اول ما نخلص اول الرصه زي ما قلت لكم ان احنا بنخلي النار متوسطه، واول ما احس ان الفراخ بدات تاخد لون، هي طبعا ما استوتش لكن بدات تصفر كده العجينه، بقلبها من فوق لان الفوق بيبقى عجين. تمام، نقعد نقلب فيها فوق وتحت كده لغايه لما نحس انها دخلت في لون الصفار. وبرضو عشان نثبت على عمليه التسويه ما بقاش في اي حاجه، بنديها نغزه بالسكينه من اتجاه واحد بس عشان نضمن ان الزيت دخل جوه وسوى كله زي بعضه، ما نشوفش اي حاجه مش كويسه في قلب الفراخ بعد ما بناكلها يعني. ودي الغلطه اللي كتير بنلاقيها بالذات في الاكلات بره. هنقعد طبعا نقلب يمين وشمال لغايه لما نحس ان هي خلاص خدت اللون الذهبي الجميل، ونطلع الفراخ في مصفى مش على مناديل. المصفى بتحافظ على القرمشه، المناديل بتطر الفراخ معانا او اي حاجه تاني بتقلوها بتطر معانا. هنا هنعمل عمليه نظافه للزيت بالمصفى عشان رواسب الدقيق وكده بيتحرق مننا. هنعمل بقى الصوص اللي بحب ادهنه من بره، معلقه زبده واحط معلقتين من صوص الكاتشب، واحط كمان عودين من الزعتر الفريش، وده جميل جدا بيدي ريحه مع الطعم حلوه قوي. ولو مفيش زعتر فريش حطوا بودره الزعتر، بتتجاب من العطار عادي وبتطحنوه عشان يبقى بودره كده، واحطه على النار بس سايح الزبده وخلاص وتبقى جاهزه. انا هنا الفراخ خلصت معايا، بصوا زي ما انتم شايفين الشكل، العجينه مش واقعه منها ومقرمشه. انا احاول ان انا اسمعكم الصوت القرمش، وهبتدي ادهن. وعايزه اقول لكم الصوص ده جميل جدا جدا بجد، ومش شرط تعملوها على الفراخ كنتاكي، ممكن برضو الفراخ المشويه بيبقى حلوه قوي في الطعم. انا هفتح هنا واحده معاكم وهوريكم بقى قلبها وهي مستوي، مفيش اي حاجه تضايق واحنا بناكلها، والطبقه الخارجيه متماسكه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم في فيديو جديد.